أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في حياتنا بنقابل ناس كتير، في اللي بيعدي وبيمر مرور الكرام، وفي اللي بيبقى علامة جوه قلبنا. والصداقة كانت دايما بالنسبة لينا أمان، حضن بنلجأ له وقت الخوف، وكتف نتسند عليه وقت التعب. وأكتر حد بنرتاح له هو اللي بنقول له أسرارنا من غير ما نفكر مرتين، اللي بنكلمه ونحكي له كل تفاصيل حياتنا الكبيرة قبل الصغيرة. لكن إيه اللي ممكن يحصل لما الشخص اللي كنتي معتبراه أختك، اللي كنتي شايفاها أقرب الناس ليكي، أقرب ليكي من نفسك، يتحول فجأة لأكتر حد يوجعك؟ إيه إحساسك لما الطعنة ما تكونش جاية من عدو ولا من غريب، لكن من أقرب صاحبة ليكي كنتي واثقة فيها؟ تعالوا نسمع حكاية نرمين. نرمين بتقول: أنا كان عندي صديقة من سنين طويلة شاركتني كل حاجة في حياتي، ضحك، بكا، نجاحات، خسارات، كنت بحس إنها نصي التاني. لما اتخطبت كنت حاسة إني عايشة في حلم جميل، وكل لحظة فيه كان لازم تشاركني فيها. حكيت لها عن مشاعري وعن خطيبي وعن تفاصيل ارتباطنا وحتى المشاكل الصغيرة اللي كانت بينا. كنت بعتبرها مرايتي اللي أشوف فيها نفسي. طبيعي جدا إنها تتعرف عليه، وكنت مبسوطة إنهم بيضحكوا مع بعض، وكنت فخورة إن أقرب اتنين ليا بقوا قريبين من بعض. لكن مع الوقت بدأت ألاحظ حاجات غريبة، مكالمات على الهامش، ضحك مش مفهوم، تفاصيل ما كانتش بتتقال قدامي. قلت يمكن عقلي بيبالغ، يمكن أنا بغير، يمكن أنا حساس زيادة. كدبت إحساسي مرة واتنين وتلاتة، لأني كنت واثقة فيها بشكل أعمى، لحد ما في يوم من الأيام لقيت إن خطيبي بيحكي لها حاجات ما بيقولهاش ليا، وإنهم بقوا أصحاب زيادة، وبدل ما تبقى هي ظهري وسندي بقت سبب انهياري. الكسرة اللي جاتلي مش من خطيبي بس، لكن من أقرب إنسانة كنت بعتبرها أختي، اللي اديتها مفاتيح حياتي فتحت بيها باب خيانتي. الخيانة ساعات مش بتوجع علشان الحد اللي خان، لكن علشان الثقة اللي حطتيها في غير مكانها. الصديقة اللي تبقى سبب وجعك بتسيب جرح أعمق من أي علاقة حب، لأنك بتفقدي إحساس الأمان، مش بس معاها لكن مع كل الناس اللي حواليكي. والأصعب إنك بتبدأي تسألي نفسك: هو أنا اللي كنت غبية ولا أنا اللي كنت طيبة زيادة عن اللزوم؟ اللي بيحصل ده مش ضعف منك ولا عيب فيكي، ده انعكاس لخيانتهم هم، مش لقيمتك انتي. الخيانة وجع، ووجعها مش عابر، وبتسيب جرح كبير، وبتخليكي تعيدي حساباتك في كل الناس اللي حواليكي. بس خليني أقولك حاجة مهمة: الخيانة مش بتقلل منك، الخيانة بتكشف هم مين. اللي بيخونك ما كانش لازم يكون في حياتك من البداية، ما يستاهلش يكون جوه حياتك. واللي يبيعك بسهولة ما كانش عمره غالي. يمكن احنا بنتوجع وبننهار وبنقعد نسأل نفسنا ليه، لكن الحقيقة ان ربنا ساعات بيكشف لنا الوشوش دي عشان ننقذ نفسنا قبل ما نغرق معاهم اكتر. ما تسيبيش خيانة صديقة ولا جرح خطيب يغير نظرتك للحياة كلها. مش كل الناس شبههم، ولسه في ناس أوفياء، لسه في أصحاب بجد، لسه في حب حقيقي يستاهل قلبك. خدي التجربة كدرس إن قلبك غالي، وإن اللي يدخل حياتك لازم يكون قد الثقة اللي بتديها له. واوعي تفتكري إنك وحيدة، لأن في ناس كتير قوي عاشوا نفس الألم وخرجوا منه أقوى وابتدوا من جديد، وانتي كمان هتقدري وهتلاقي اللي يستهلك. سؤال حلقتنا النهاردة: انتوا شايفين ايه أصعب، خيانة الحبيب
ولا خيانة الصديقة؟ شاركوني في الكومنتات أو بعتولي رسائل، علشان لما بنحكي بنعرف إننا مش لوحدنا. كنت معاكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بنطلع فيه مشاعرنا اللي مش بنحكيها لحد. استنوني كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 6 مساء على اليوتيوب، وخليكوا فاكرين سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.